أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحب بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج صوت المواطن على قناة صوت المواطن على اليوتيوب. حقيقة لم أكن على استعداد للخروج يعني من خلال قناة يوتيوب، وربما هذه أول مرة أخرج عليكم من خلالها، إنما للظروف أحكام كما يقال. والحمد لله طالما هناك تواصل أيا كان، وهناك رسالة، وهناك يعني مشروع نريد أن نقدمه لكم، فأية وسيلة كانت متاحة نستطيع التواصل معكم من خلالها. طبعا أنا برنامج صوت المواطن هذه أول حلقة. احنا نبغى الآن نتكلم عن ماهية البرنامج، أهداف البرنامج، وش ممكن يغطي البرنامج. طبعا صوت المواطن معروف من خلال مسمى البرنامج، يعني سنناقش جميع القضايا التي يهتم بها، التي تهم المواطن أيا كانت، بشكل موضوعي عقلاني، بدون أي احتقان، بدون أي اندفاع. نحن في النهاية نهدف للمعالجة وليس للتصادم على كل حال. ونحن نعرف أن هذا البلد يوجد به الكثير من الخيرين الذين يهتمون ويحرصون على الوطن وعلى المواطن، وهناك طبعا أكيد شواذ إنجاز التعبير، ويجب أن لا يقاس عليهم في الحكم العام يعني. لكن في نفس الوقت لابد أن نناقش قضايانا بكل موضوعية وكل شفافية، وهذا الذي الحقيقة يعني ما يعني طرحه ولاة الأمر علينا، وهم الداعمين حقيقة لنا، سواء كان ملك الإصلاح والإنسانية والد الجميع الملك عبد الله الله يحفظه، أو حتى سمو ولي العهد الأمير نايف الله يحفظه، والذي حقيقة دائما يطالب الجهات الحكومية بالتعامل مع الإعلام بكل شفافية، وأيضا يطالب بأن يكون هناك وضوح في الأطروحات ما بين الجهات الحكومية وأيضا المواطن. ونحن نواصل ونستمد هذه المفاهيم إنجاز التعبير من خلال ولاة الأمر حفظهم الله. كذلك يعني سيكون طرحنا بإذن الله موضوعي. لدينا ثوابت رئيسية بالنسبة للبرنامج، وهم طبعا الذات الإلهية لا يجوز التعرض لها لا من قريب ولا من بعيد. مشايخنا وعلماؤنا الأفاضل الكرام لا يجوز التعرض لهم لا من قريب ولا من بعيد. كذلك قضاؤنا يجب أن لا نتعرض له من قريب ولا من بعيد. ولاة أمرنا حفظهم الله يجب أن نحافظ على علاقتنا مع ولاة الأمر والتقارب فيما بيننا وبينهم، ولا ندع فرصة لمن حاول أو يحاول أن يحجم أو يكبر من هذه أو يحاول أن يدفع باتجاه الفوضى الخلاقة بخلق إشكالية أو خلق نوع من الفجوة بيننا وبين ولاة الأمر. نحن محكومون من هذه الحكومة ومن هذه الأسرة الطيبة الكريمة، لا نقبل حقيقة ولا يمكن أن نقبل أي إساءة لهذه الأسرة بكل أمانة. نحن دائما يعني نسعد ودائما نشعر بالأمن والأمان والاستقرار من خلال تواجد هذه الأسرة الكريمة التي تحكمنا طوال السنوات الماضية، ولله الحمد. نحن مستقرون أمنيا، نحن الحمد لله في وضع أمني جيد. الإنسان في هذا البلد الكريم لا يخشى على بيته ولا على أهله ولا على ممتلكاته متى ما ذهب ومتى ما خرج ومتى ما راح ومتى ما جاء. الحمد لله والشكر لله، هذه نعمة كبيرة يجب أن نعترف بها. يعني لو قارنا بيننا وبين الدول الأخرى نجد الفارق الكبير في موضوع الأمن والاستقرار على كل حال. لكن هذا أيضا يدفعنا علشان أيضا يكون هناك انصهار ما بين القاعدة والرأس الهرم. لابد أن نناقش قضايا الخدمات وقضايا المواطن بكل شفافية وكل جراءة، أيضا في سبيل إيصال الصوت لولاة الأمر حفظهم الله. يعني إحنا ولاة الأمر ما قصروا. الملك الله يحفظه يعني أمر بأوامر ملكية كثيرة وكثر ما نفذ بعضها من بعض الوزراء، هذه مو مشكلة الملك بكل أمانة. سمو ولي العهد الآن يتابع كل القضايا بالتفصيل. طيب أنا مرة مواطن من المواطنين كلمني على قناة الدانة وقال لي يعني إحنا طالبنا مطالبات كثيرة وكذا، وبالتالي نحن سنذهب للاعتصام والتظاهر. قلت له يا حبيبي، إذا يعني الاعتصام دائما والتظاهر يكون من أسباب عدم الوصول لصاحب القرار.
انتم الان بلسانك تقول لي انكم وصلتوا للملك ودخلتوا عليه، وصلتوا للامير نايف الله يحفظه ودخلتوا عليه، وصلتوا للامير سلمان ودخلتوا عليه، وصلتوا للامير سعود بن نايف ودخلتوا عليه، يعني وصلتوا للامير محمد بن نايف ودخلتوا عليه. طيب يعني طالما انكم وصلتوا للقاده واصحاب القرار، ايش الداعي قضيه المظاهرات ولا الاعتصامات ولا التجمعات؟ ما راح تفيد شيء. يعني لا فائده لا شرعا ولا منطقا ولا قانونا من قضيه الاعتصامات والتظاهرات. بكل امانه اقول لكم، وانا لا اتفق بهذا الاسلوب نهائيا. نحن نستطيع ان نعالج امورنا من خلال الحوار والطرح، ومن خلال احراج المسؤول، سمعت كيف؟ بقصوره وفشله، وبالتالي نكشف الاوراق، وولاة الامر باذن الله لن يتاخروا ولا ثانيه في سبيل دعم هذا المواطن واعطائه حقوقه ايا كانت. يعني بكل امانه لما نقول لك الملك الله يحفظه من 5 سنوات 6 سنوات امر بدعم صندوق الفقر بمليار و600 الف ريال، قال كلام من اكثر من 7 سنين. وزير الشؤون الاجتماعيه لا زال نايم ولا عنده استعداد يتفهم في موضوع الصندوق. حاولنا نكلمه، حاولنا نتصل فيه، حاولنا نتعاطى معاه ليوضح الامر بالنسبه لصندوق الفقر، ما هو راضي. طيب ايش نسوي؟ كويس، الملك امر بهذا الصندوق، وايضا دعم هذا الصندوق بميزانيه مليار و600 الف مليون و600 مليون. ما شفنا برامج حنا، بالتالي حين نسأل المسؤول. يعني الملك الله يحفظه كذلك امر بمعونة الشتاء 180 مليون ريال إعانة الشتاء للمحتاجين في مناطق المملكة. ما ندري وين راحت الصراحة. يعني كل ما نسأل يا جماعة تعالوا وزارة الشؤون الاجتماعية بلغونا، قولوا لنا المليون ال180 مليون وين راحت؟ ما حد راضي يرد علينا وين راحت. طيب يا اخي بقول للوزير الشؤون الاجتماعيه يا معالي الوزير، ال180 مليون تقدر تعمل لنا مصنع بطانيات اذا كان الهدف الاساسي اللي هو تامين بطانيات لبعض المناطق في الشمال والجنوب والغرب في المملكه المحتاجين للبطانيات. يا اخي احنا يمكن ننشئ مصنع بالكامل ما يكلفنا 30 مليون ونصدر الدول العالم الاسلامي المحتاج، والمملكه الحمد لله والشكر لله كما اعتادت دائما ماده يدها لكل المسلمين في العالم. طيب يا اخي ليش ال 180 مليون ريال هذه ما انت راضي تطلع تتكلم عنها وتقول لنا وين راحت؟ على الاقل حقنا انك تقول وين راحت، وبرضه ما انت راضي تتكلم عن هذا الموضوع. اذا احنا خلينا نتفق على آلية انه احنا نحاسب المسؤول ونحاسب الوزير المقصر والذي يعاني من خلل ويعاني من قصور بكل امانه. طيب هذه من ضمن الامور يجب احنا نعتب على من اوكل له المهام ولم ينفذ بكل امانه. انما انا اقول لك ولاة امرنا رايتهم بيضاء، ولا في مجال الكلام بهذا الموضوع نهائيا، ولا انا اقبل فيه ولا غيري من العقال يقبلون في هذا الموضوع بكل امانه. هذه حقيقه لازم نعترف فيها ونقرها. يعني كون انهم بعض الوزراء ما وزير العمل هذا الانسان الحقيقه لا يعني ولا يفهم الحقيقه في كثير من التفاصيل في قضايا معالجه الامور. يا اخي حافز ومافز وبافز وهالكلام الفاضي هذا. يا اخي حافز هذا مشروع كمشروع الورد جميل وممتاز، لكن فشل ذريع في التنفيذ. يعني هل يعقل يا جماعه انه حافز يصرف لمبتعثين في امريكا طلبه وهم ياخذون رواتب وزاره التعليم العالي ويصرف لهم حافز 2000، بينما هناك فقراء ما يجدون حتى قوت يومهم لا يصرف لهم من 2000 ريال؟ ايش التناقض الغريب يا رجل؟ ايش التناقض الغير مبرر يعني؟ حقيقه يعني هذا وزير العمل. طيب احنا بنتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا اللي هو موضوع يعني شركه الكهرباء وشهداء شركه الكهرباء وشبابنا اللي راح الحقيقه يعني بدون اي مبرر. هو طبعا قضاء وقدر، احنا عارف نتفق ان هذا قضاء وقدر من رب العالمين، لكن القضاء والقدر هو قضاء مسبب. يجب ان لا نترك الامور على علاتها وعلى اطلاقها ونقول لا هذا قضاء وقدر. صحيح قضاء وقدر، لكن خل بكره رئيس الشركه ولا اي مسؤول يرمي نفسه على سبيل المثال من الجسر المعلق ويقول هذا قضاء وقدر. الله سبحانه وتعالى ما امرنا بالتهلكه عشان نقول هذا قضاء وقدر. عشان كذا يعني انا شركه الكهرباء هذه انا اول مره حقيقه اسمع انه يعني في ضحايا وفي شهداء الا بعد ما قرأت الخبر بشكل سريع كذا. المهندس عادل الحوطي الله يغفر له ويرحمه وتوفى محروق. يعني الصراحه تستغرب يعني لما تقول شباب محروقين ولا شهداء، لا مكرر على الجبهه اقول حاضر يدافعون عن الوطن وهم شهداء، لكن لما يكون يموت في وسط البلد ويموت في غرفه شركه الكهرباء في المستشفى العسكري، هنا لا يا اخي قضيه مش القضيه الحقيقه ما يسكت عليها نهائيا، ما يسكت عليها.
غير عاد الحوطي ومجموعه من الناس اللي قبله من المهندسين يعني اللي قضوا بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب. طبعا قالت الخبر حق المرحوم الله يغفر له المهندس عادل، على فكره المهندس عادل الحوطي عمره 20 سنه، يعني عنده عمره 28 سنه عفوا، عمره 28 سنه المهندس عادل الله يغفر له ويرحمه. ويجعله ان شاء الله شهيد، ونحسبه شهيد عند رب العالمين. انا كلمت الحق زوجته عمرها 24 سنه، سالتها وانا كنت طبعا اعمل استطلاع قبل اروح اصور مع اهل عادل، كلمت زوجته الله يذكرها بالخير، بنت صغيره يعني يافعه عمرها 24 سنه، لسه جايها مولود، يعني اول مولود عندهم عمرها الان سنه ما تجاوز سنه. يعني فكانت تحكي لي بشكل حقيقي حزين. هذه البنت الشابه الصغيره المكلومه بزوجها بهالاسلوب بهالطريقه، شركه الكهرباء ايش قدمت لها؟ ولا شيء ولا شيء، بل بالعكس رئيس الشركه وبعض مسؤوليه يقولون لا احنا ما لنا علاقه وهذا قضاء وقدر ولا في تعويض. هذا اللي سمعته انا. يعني رئيس شركه الكهرباء رايح للاهالي المهندس عادل في بيتهم، حسب زي ما حكوا لي الاهالي مهندس عادل الله يرحمه، جاي يعزيهم وقال لهم ترى قضاء وقدر يا جماعه، بما معنى ترى ما عندنا تعويض. ايش الكلام الفاضي؟ يا اخي لو هذا الموضوع صاير في الدول المتقدمه والحضاريه فلست الشهر شركه الكهرباء من ثاني يوم واعلن افلاسه ثاني يوم. ايش الكلام؟ الكلام غير منطق ولا غير مقبول يعني، معليش. الشيء الثاني انا رحت طبعا صورت اهل المرحوم المهندس عادل الحوطي في بيتهم، قابلت اخوانه نايف وسامي وسعد، وقابلت خواله عيال الشيخ عبد الرحمن الجويان والشيخ عبد العزيز الجويان، وعملت حوار معاهم يعني لمده يمكن ساعتين. التقيت ايضا بزملاء المهندس عادل الله يرحمه، ايضا التقيت بالشاب البطل السعودي بندر العنزي الذي اسعف عادل واسعف ايضا الباكستاني الله يرحم المهندس، وحكى لنا على الهواء حكى لنا طبعا الاخ بندر العنزي انه كيف كان طالع من المستشفى، وهو منسوب للمستشفى العسكري طبعا، طلع فجاه كذا رايح يفطر الظهر الصباح وكذا، يقول تفاجات بواحد محروق طالع من غرفه شركه الكهرباء من نفس داخل جنب المستشفى، واحد مولع نار. يقول الصراحه اول مره يمر علي موقف زي هذا، فرحت لقط ما في لا عندي يقول لا طفايه ولا عندي اي شيء، رحت سيارتي طلعت الطفايه الحريق الصغير هذا اللي معاه يمكن يعني ما فيه الا مخزون بسيط، يقول على طول اتجهت لعادل طفيت عادل الحمد لله. فلما طفيت عادل قال لي المهندس عادل الله يرحمه الله يخليك تنسى المهندس الباكستاني جوا. يقول دخلت على المهندس جوا في غرفه الكهرباء في جوا، لقيت الباكستاني محترق الله يرحمه كل المهندس، وما في غرفه الكهرباء ولا اي وسيله سلامه، لا طفاي لا يعني مواد سلامه لا ادوات لا معدات ولا شيء. يقول لقيت الباكستاني يحتضر، فحاولت اطفيه، يقول الحمد لله قدرت اجيب جيك مويه وكذا كبيتها عليه طفى، يقول بس الغرفه كلها دخان. فقال لي المهندس الباكستاني الله يرضى عليك اطلع من الغرفه بتموت انت معي، ترى بتموت معي، خلنا موت لحالي خلاص بس انت حتموت من الاختناق. يقول اضطريت اني اطلع. فطبعا يعني اذا كانت سياره شركه الكهرباء اللي كانت واقفه جنب الغرفه ما فيها ولا حتى طفاي شراره، ما هو طفاي حريقه، سيارته بها مجهزه خاب من نهائيا. فطبعا انا يعني قلت لكم انا رحت يعني انا والله بكل امانه يا جماعه لم تمر فيني حاله انسانيه بهذا الشكل وبهذا الاسى وبهذا الحزن وبهذه الماساه اللي انا شاهدتها بكل امانه. والله انا يعني نقلت الصوره وصورنا احنا ساعتين يمكن لقناه الدانه، والحقيقه كنت حاعمل حلقه قويه بكل ما تعنيه الكلمه يعني، وكنت حطلع امس يوم الاثنين على الهواء الساعه 9 بالليل زي ما احنا متفقين مع صاحب القناه. للاسف الشديد يعني القناه رفضت انها تعطينا، يعني قالت احنا ممكن ناخذ من كل اللي صورناه وذا المجهود اللي تعبنا فيه اللي هو اسره المرحوم المهندس واللقاءات المختلفه، يبغون نطلع منها 5 دقائق. طبعا هذا تشويه العمل، انا لا يمكن اقبل ان يطلع على شاشه على برنامجي واشوه العمل واشوه رسالتي، لا يمكن اقبل انا. فقلت لهم لا يا جماعه، يا نحن نكون نعطي الحق لاهله ونقدم العمل كما ينبغي، وهذه رساله على فكره اعلاميه نبيله يجب ان تقدم بهذا الشكل وبهذا الاسلوب، ولا بلاش. طبعا ما اتفقنا معاهم، قالوا لا احنا نعطيك ساعه. طبعا الساعه اذا كان حواري مع اسره المرحوم الله يرحمه مع اهله ومع زملائه ومع ابوه قصدي اخوانه ومع خواله يمكن ساعتين، شو تعطيني ساعه يعني؟ لسه انا عندي تعليق في الاستديو، حد كان معي حيكون معي الدكتور محمد النجيمي حيعلق على هذا الموضوع. طبعا ما يمكن اقطع ساعه اطلع المشاهد والحوار مع الاسره المرحوم وايضا احلل الموضوع في الاستديو. هذه طبعا نوع يعني فيها ضرب من الخيال والاستحاله.
عشان كذا اضطريت اني انسحب من القناه الدانا، واقول لهم شكرا على ما قدمته في الماضي بالنسبه لبرنامجي. طبعا انا لا شك انه يعني اقدر لهم دعمهم الحقيقي للبرنامج في الفتره السابقه، انما يبدو الامور تغيرت وانا اعذرهم على كل حال. ما نبغى نتكلم في التفاصيل هذه، لا تعنيني الان. انا يعنيني انه شركه الكهرباء هذه التي لم تنجح في يوم من الايام على كل حال، وزي ما انتم عارفين اسهمها في الحضيض طوال السنين الماضيه ما شفنا لها اسهم ارتفعت الحقيقه، خدمات سيئه جدا.